مرحبا يا جماعة، اليوم وصفتنا سناك سهل وسريع ومناسب برضه لوصفات الفطور. خلونا نبلش بالوصفة. نحتاج 150 جرام من الزبادي اليوناني، فيكم تستبدلوه بالزبادي العادي. أنا اخترت الزبادي اليوناني لأنه فيه بروتين أكتر. ونحتاج 3 ملاعق من بذور الشيا، كتير مفيدة أنتي أكسيديشن طبعا للجسم، وملعقة صغيرة من الفانيلا. وبنحتاج 3 ملاعق من الشوفان المطحون كمصدر من الكارب. فيكم إذا بتحبوا تقللوا كمية الشوفان أو بذور الشيا حسب ما بدكم. وهون ضفنا ملعقة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من المحليات الطبيعية سكر ستيفيا. فيكم تستخدموا ملعقة كبيرة من العسل. الكمية اللي قاعدة بحضر فيها هي مناسبة لشخصين. وبنضيف كوب من البيريز 150 جرام. فيكم تضيفوا أي فواكه أنتوا بتحبوها وتزيدوا الكمية على قد ما أنتوا بتحبوا. وهيك بتكون خلصت وصفتنا، بس بضل علينا نحط التوبينج فوقيها. للتوبينج حطيت بذور اليقطين، استخدمت الفراولة والموز والدارك شوكولات. طبعا فيكم تزينوها بأي شيء انتوا بتحبوه، بأي فاكهة انتوا بتحبوها طبعا، بس حبوب اليقطين بتعطيها الطعم لا يقاوم. ورشيتها بالعسل وبقدمها. شوفولي المنظر ما أحلى، والأهم من هيك إنه الطعم لا يقاوم صراحة، لازم تجربوها. بعد هالطبق رح تستغنوا عن أي صنف تاني غير صحي وتصيروا تتحلوا بهاي أو تفطروا بهاي، برضو خيار مناسب. طبعا الطعم واو، يعني عالم تاني. وهيك بكون خلص الفيديو. لا تنسوا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. باي.